اهلا بيكم يا شباب، فيديو جديد من دورة فلاتر. النهارده هنكمل بناء النوتس اب. طبعا احنا المرة اللي فاتت كنا انتهينا خلاص من بناء البوتtom شيت يعني، وكمان عملنا له ديكوريشن كده بسيط، ادينا له بوردر ريدس مش اكتر. فالنهارده بقى حابين نكمل بناء اليو اي بتاعنا. طبعا زي ما انت شايف عبارة عن فيلدز. الفيلدز ما هي الا تكست فيلد بس مش اكتر، فانا عايز ابني التكست فيلد اللي قدامي ده. بس مبدئيا كده بما ان هما موجودين تحت بعض فعلى الاغلب ده عبارة عن كولوم، فبالتالي ممكن اجي في المكان ده واستخدم كولوم على طول واحط هنا التشيلدرن بتوعي بكل بساطه. حلو قوي. فدلوقتي بقى انا عايز استخدم تكست فيلد هنا. طبعا بما ان ده تكست فيلد فانا عارف ان هيتم استخدامه في اماكن تانية كتير جدا، فطبعا هنا الموضوع واضح وصريح جدا ان يفضل دي تكون ككاستم ويدجت واعيد استخدامها في المكان ده. فطبعا هروح انشئ فايل هنا واسميه كاستم تكست فيلد، فاجي جوه الويدجتس كده وانشئ فايل جديد هسميه كاستم تكست فيلد دوت دارت، واقول هنا stateless widget custom text field. طبعا انا على الاغلب في الحاجات اللي زي كده بكون انشأت تكست فيلد قبل كده، فبعيد استخدامه على طول، يعني يا دوب بفتش الفايل واحطه في المكان ده وخلص الموضوع على كده. فعشان كده لذيذ جدا ان انت تعيد استخدام الويدجتس، الموضوع بيسهل عليك كتير قوي. فهتيجي في المكان ده وهنستخدم تكست فيلد بس كده، وتعالى نستدعيها في المكان ده. نقول هنا custom text field بس. تمام قوي كده. طبعا انا بعمل كده ليه؟ عشان بس اشوف منظره هنا وابتدي بقى ديكوريت التكست فيلد عشان اوصله للمنظر اللي قدامي ده. فزي ما انت شايف اول حاجه هو عنده بوردر، فطبعا انا محتاج اغير في البوردر بتاعه. ففي البدايه خالص هروح على الانبوت ديكوريشن بتاعه اهو، وادي له انبوت ديكوريشن، وابتدي احدد انا هستخدم انهي بوردر. طبعا انت عارف ان انت عندك اكتر من بوردر بيعبر عن الحالات اللي بيتخذها التكست فيلد. عندك البوردر اللي هو الجنرال بتاعك، عندك الفوكسد، عندك الانيبلد، عندك اكتر من حاجه، وعلى الاغلب انت ممكن تنسى كل واحد بيعبر عن ايه، وده شيء وارد جدا. بس طبعا فلاتر هي عبارة عن يو اي، انت ممكن تجرب وتشوف اللي هيحصل فبالتالي تعرف هو ده بيعبر عن انهي حالة. يعني مثلا تعالى نستخدم البوردر العادي بتاعنا، وهقول هنا مثلا outline input border. ده كده بيعبر عن الجنرال بتاعي، يعني كده بشكل عام. بص هتلاقي بشكل عام اخد البوردر كده بقى شكله ايه، مربع شويه. فتعالى كده ندي هنا سايز بوكس عشان ينزل لتحت كده. يعني تعالى هنا نقول سايز بوكس كده، واقول مثلا الهايت خليه مقدار 16 مش اكتر. طبعا عايزين نخليها نفس القيمه اللي هنا، ممكن اكتر من 16، ممكن 24، خليها 24 كده ماشي. مش وحشة يعني. هي ممكن تكون أكتر من كده شوية، يعني ممكن 32، ممكن 32 مثلا. ماشي كده كويس. وبالمرة بما إننا بندي أبعاد، فتعالى بالمرة زي ما أنت شايف في بادنج من اليمين والشمال، وأظن البادنج يعني 16 مش أكتر من كده يعني. فتعالى نروح على الكولوم، نقول هنا كولوم رابوز ويدجت بادنج، وبعد كده نقول هنا بادنج برضو، هقول اتش انسيتس دوت سيمتريك، واقول horizontal 16. حلو اوي كده، تمام ماشي. تعالى بقى نكمل اللي كنا شغالين فيه اللي هو الكاستم تكست فيلد. فانا طبعا دلوقتي استخدمت الاوتلاين انبوت بوردر عشان احط بوردر بس قدامي مش اكتر. فطبعا لسه ممكن اعمل شويه تعديلات، زي ان انا اقول له مثلا عايز البوردر ريديوس بتاعي بوردر ريديوس سيركلر واخليه 8 مثلا. فهتلاقي ان هو اخد بالفعل بوردر ريديوس. ممكن طبعا تغير شويه خليها 16 زي ما انت عايز، بيتغير زي ما انت عايز. حلو قوي. بس خلي بالك دي كده الحاله الجنرال بتاعته، ده كده الديفولت بتاعه. يعني مثلا لو انا رحت دلوقتي غيرت الكالر بتاعي، يعني تعالى نديله كالر كده مختلف، فاروح كده تحت البوردر راديوس واقول له انا عايز استخدم البوردر سايد، واقول له هنا بوردر سايد بالمنظر ده، واقول له الكالر مثلا، يعني انا ملاحظ ان انا مستخدم البرايمري كالر في المكان ده، او لا اقصد الكالر هيبقى وايت. فتعالى نقول له colors دوت وايت كده. تمام مفيش اي حاجه اتغيرت. ليه؟ طبعا لان انت دلوقتي بتغير في البوردر اللي هو ايه، اللي هو الطبيعي بتاعك الديفولت، لكن انت في بعض الاوقات محتاج تلجأ بقى للبوردرز التانية. يعني انت هنا تغييرك للكالر في المكان ده ما اثرش،
فبالتالي مش هيديك الافكت اللي انت عايزه. لكن انت محتاج تعرف هو انهي بوردر اللي بيعبر عن الحالة اللي قدامي دي، اللي هو مفيش اي حد بيتعامل مع التكست فيلد. تعالى في الاول خالص كده، بما ان انا هستخدم تقريبا الاوتلاين انبوت بوردر ده اكتر من مرة مع كل البوردرز اللي انا هجرب فيها، فممكن نطلعه كده ايه كميثود ونسميها مثلا build border عشان يبقى شكلها كده لطيف. فطبعا بقى تعالى في المكان ده نحدد انهي بوردر احنا محتاجين نستخدموه في الجزئيه دي. طبعا انت عندك اكتر من بوردر، فانت محتاج تبقى عارف انهي بوردر لكل حاله. الفوكسد واضح جدا ان ده لما يكون اليوزر ضاغط على التكست فيلد، فبالتالي اكيد مش ده اللي انا محتاجه. عندك الديسيبلد ده على الاغلب لو التكست فيلد مش شغال اصلا، فبرضه مش ده اللي انا محتاجه. لكن اللي انا محتاجه ممكن يكون الانيبلد، اللي هو التكست فيلد ظاهر عندي على الشاشه وبالفعل شغال، لكن لسه اليوزر ما ضغطش عليه، فبالتالي الانيبلد اعتقد هيكون يعني معبر اكتر عن الكيس دي. تمام، فممكن اقول بيلد بوردر كده. فزي ما انت شايف بالفعل البوردر اتغير زي ما احنا عايزين. حلو قوي. بس طبعا خلي بالك ده كده ايه في حاله ان هو مش اكتف اصلا، لكن بمجرد ما اليوزر هيضغط عليه كده هتلاقي ده كده بقى ايه، بقى الفوكس بوردر. لو ضغطنا كده وجبنا الفوكس بوردر وخلينا الفوكس بوردر مثلا بيلد بوردر برضو، هتلاقي الكالر بتاعه بقى وايت. طبعا انا مش عايز كده، لا انا عايز الكالر بتاعه يبقى يبقى البرايمري كالر. فانت ممكن دي تعمل بوردر مختلف او تخلي مثلا هنا تاكسبت الكالر. يعني ممكن هنا تخلي دي اوبشنال كده وبتاكسبت كالر وتتشيك عليها. لو كانت بنال استخدم الوايت، لو ما كانتش بنال استخدمها. وفي المكان هنا تقول له بقى خلي بالك انا هديك الكالر اللي هو الكالر ده مثلا، اللي هو اللون اللي قدامنا ده. فطبعا انا محتاج ابيك الكالر ده، فتعالى نبيك الكالر ده الاول. فطبعا انا دلوقتي عملت بيك للكالر فعلا، فتعالى كده نستخدمه. هقول هنا color 0xff واحطه في المكان ده واقول هنا كونست كده. فزي ما انت شايف بالفعل الكالر بتاعي اتغير. حلو قوي. ده كده في حاله ان هو اكتف، يعني انا عايز لما يكون اكتف الكالر بتاعه يكون كده. وبرده لسه محتاج اغير البرايمري كالر بتاع الكورسر، ده اسمه كورسر خلي بالك، فانا برضو محتاج اغيره. فممكن في الحاله دي اروح على التكست فيلد واقول له خلي بالك انا عايز الكورسر كالر يبقى نفس الكلام الكالر ده. فزي ما انت شايف انت هتستخدم الكالر ده كتير، فعشان كده المفروض ده يبقى كونستنت اصلا ويعبر عن البرايمري كالر بتاع التطبيق. لو لاحظت كده هتلاقي ان هو الكالر بتاع التكست فيلد، الهنت، الكالر بتاع البوتن، وبرده الكالر بتاع الفلوتنج اكشن بوتن. فتقريبا ده البرايمري كالر بتاعك. عشان كده يفضل ان احنا ننشئ بقى ايه، ننشئ constants فايل دوت دارت كده، واحط فيه اول حاجه عندي الكي برايمري كالر بتاعتي، وهتساوي في الحاله دي color، واحط فيه الفاليو اللي انا عايزها. او تعالى نحط الكالر على طول، انا كده كده كنت اخده كوبي اهو كده. تمام. طبعا تعالى هنا نقول const بس كده. فانت كده انشأت const عندك هنا في المكان ده بيعبر عن البرايمري كالر. ممكن بقى تعيد استخدامه في المكان ده. ممكن اجي هنا بقول له خلي بالك انا هستخدم الكي برايمري كالر، ونفس الكلام انا هنا هستخدم الكي برايمري كالر كده بس كده. فزي ما انت شايف كده الكورسر برضو اللون بتاعه اتغير. حلو قوي. يبقى انا كده يعني بدأت اقرب من اللي انا عايزه. طبعا كده لو عملنا سبميت هتلاقي راجع للشكل الطبيعي بتاعه نفس الكلام، بقى اللون بتاعه متغير. ده لان انت مستخدم الفوكس بوردر ومستخدم الانيبل بوردر وبتحدد الكالر بتاعهم. بس الموضوع بسيط جدا يعني. تعالى بقى دلوقتي نحدد الهنت بتاعنا. انا ممكن اجي جوه الانبوت ديكوريشن واقول له خلي بالك انا عايز اديك هنت. انت طبعا عارف ان الهنت هيبقى اكيد قيمه هتجيلي، بس احنا دلوقتي ممكن نحط اي حاجه بس مش اكتر عشان بس نشوف المنظر وبعدين نبقى نغيرها. تمام. فطبعا الهنت تكست عباره عن string، فانت مش متحكم في اي حاجه هنا، يا دوب بتديله القيمه مش اكتر. فممكن نقول مثلا فلنفترض title ونعمل كنترول اس كده. حلو قوي. انا دلوقتي عايز اغير الكالر بتاع التايتل يبقى بالمنظر اللي قدامي ده. يعني تعالى كده نروح عليه اهو، عايز اخليه نفس المنظر ده كده. فطبعا انت عندك هنا هنت ستايل، عندك هنا هنت ستايل تقدر تديله تكست ستايل زي ما انت عايز، وتقول له مثلا عايز الكالر بتاعك يبقى كي برايمري كالر. ده لو انت حابب تغير في الستايل بتاعك اصلا، مش حابب ممكن تسيبها زي ما هي. بس فاظن كده ده كده في حاله ان هو اكتف. لو عملنا كده هتلاقي ان كله راجع ما عدا الهنت. ليه بقى؟
لان الهنت انا مديله الكالر بتاعه سواء اكتف او لا، انا مديله الكالر. فزي ما انت شايف بقى بالمنظر اللي قدامنا ده. فاعتقد احنا كده وصلنا للشكل بتاع ايه، بتاع التكست فيلد. وزي ما انت شايف هو كده كاستمايزد في مكان لوحده، تقدر تعيد استخدامه في اماكن تانية، وده اللي احنا عايزين نعملوه. ده طبعا شيء كده افضل. طبعا انت ممكن تديله هنت ستايل او ممكن لا اللي يريحك. يعني ممكن انا اشيل دي كده اصلا واخليها بالمنظر ده، ولما يبقى اكتف كده كده وهيبتدي كلام فالتايتل هيختفي اصلا. فممكن تسيبها بالمنظر ده وما تديهاش الكالر اللي قدامنا ده. تمام، يعني ممكن تسيبها كده او كده، ايه اللي يريحك. فزي ما انت شايف كده احنا خلاص خلصنا التكست فيل بتاعنا. فممكن بقى في الكومنتس بتاعتي اقول ان انا عملت كرييت للكاستم تكست فيلد بس كده، ونعمل بوش للكود على المنظر ده. بس بكده يكون الفيديو ده انتهى. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، واستناك الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.